الكلنا عندنا في الانتوراج نتاعنا عباد تصرف قدام عباد اخرين بطريقه ووحدها بطريقه اخرى. نصيحه الاولى ماذا بيك العباد هذوما تبعد عليهم خاطرهم منافقين. ثاني نصيحه ماذا بيك تسمع النصيحه الاولى. ثاني حاجه اسكو في بالك انه اي تصرف صغير مهما يظهر لك انت صغير ينجم يكون سبب في تغيير تصرف نتاع العباد كلكو سواء بالباهي ولا بالخايب. والشيء هذا ورته لنا ماريا ابراموفيتش ماهيش اخت ابراهيموفيتش في استعراض لها عام 1974. هيك علاش اليوم باش نحكيو على ماريا ابراموفيتش والريتم زيرو. نهار 30 نوفمبر 1946 تولدت ماريا ابراموفيتش في صربيا في بلغراد، وعملت اول عرض لها وهي في عمر 12 سنه. هي تابعه مدرسه الفن الحديث اللي تامل بانه مش الفايده في المنتوج اما الفايده في الفكره. هيك علاش هي اختارت الفن الاستعراضي باش تعبر اكثر عن افكارها وارائها. الفن الاستعراضي بيرفورمانس ارتستيك بالنسبه للعباد اللي ما تعرفوش هو تكوين بين تفكير وجسد يعمل الفنان قدام الجمهور نتاعو لايف معناها، وتنجر عليه تفاعلات وحوار بين الارتيست والببليك نتاعو، وبالانرجي هذيك يبني عليها الارتيست الخدمه نتاعو. يعني هي مجموعه نتاع تفاعلات بين الارتيست والببليك نتاعو باش تنجم تكون عمل فني. وماريا جينيرالمون الشوا نتاعها كان لي بيرفورمانس ارتستيك اكستريم، يعني دي كل توسكي دم فازات هكيكا باش تشوف لي ليميت نتاعها. وخدمت برشا خدم اخرين مع راجلها بار اكزامبل فما الخدمه هذه هو شدت سهم وهي شدة قوس وبالبوا نتاع بدنهم بعدوا هكيكا دو فاسون كان واحد فيهم يرخ ماريا تموت. حبت جوست تعبر على الثقه فازت هذوكم وخدمت زاده هذه. بون في تونس البيرفورمانس هذه عاديه يعني تقعد في الدار تفرج فيها كل يوم، ساعات انت بيدك الارتيست معاهم. خدمت هي وراجلها خدمه اخرى وقفوا الزوز في سور الصين العظيم، كل واحد بداه من جهه ويتقابلوا في الوسط. هما حبوا بعضهم برشا وخدموا برشا خدمات مع بعضهم، اما من بعد فينالمون قصوها. هي تحب جوست تقيس الكومبورتمون نتاع البشر وقتاش انه يتدخل، فهمتني؟ كلكو سوا الحكايه يتدخل، تحب تشوف النيفو هذيك وقتاش ستاد لو بوين زيرو اللي يتدخل فيه الببليك. لهنا نوصلوا الاهم بوين اللي هو بيرفورمانس ريتم زيرو. ماريا حابه ترى انه الى اي حد تصرف العباد ينجم يوصل وقت اللي انت ما تتدخلش. حطت 72 اوبجي فوق طاوله طويله، والاوبجي يبداو فما بارفان، فما كتاب، فما نواره، فما ستيلو، وفما زاده موس، سكينه، سيف، حتى فرد وكرتوشه. وقلت لهم فما 72 اوبجي، انا اوبجي عندكم الحق تعملوا بيا اللي تحبوا لمدة 6 سوايع، وانا نتحمل المسؤولية كاملة متاع كل شيء. يعني كي تعمل حاجة ماكش تحسب عليها. بديت الحكاية محليها وسخوا منيو، حطوا لها نوارة، يعملوا هكا اللي جيت حتى لها شوية بارفان كذا، فهمت؟ الى ان وصل فما واحد جبد لام شلتها في رقبتها وشرب لها دم تاع رقبتها. بعد هذاك الناس كل ولات تتصرف ترى كيفاش، اللي جبد موس وبدا يشلط فيها، اللي نحالها دبشها، يدي دخلت بعضها الحكايه. ولهنا الانتريسون فما جروب نتاع بيت قاعدين يتصرفوا درا كيفاش، فما جروب قاعدين يتفرجوا. فما جوست مراه واحده مشيت مسحت لها دموع نتاعها. بعد هذاك الناس كل ولات تصرف عادي. بعد 6 سوايع وفي كل شيء ماريا رجعت تتحرك. ايبان العباد اللي تصرفوا الكل درا كيفاش كلهم هربوا، مالغريكو هي قالت لهم لي ماني باش نعمل لكم حد شيء. هربوا على خاطر ما نجموش يغزروا لها في عينيها بعد اللي عملوه، خاطر يعرفوا اللي عملوه ما يجيش. لهنا انت كم تفرج ما نعرفش شنو جا لمخك، اما انا جا لبالي حاجتين. الحاجه الاولى انه لازمني نعمل اللي راه انا صحيح بيان سور في اطار القانون والاخلاق وكل، خاطر انت بكل جيست نجم تاثر على الانتوراج نتاعك باهي كيما بالخايب. ثاني حاجه يبين لي اهميه وجود قانون في المجتمع هذا. نحكيها تري انتريسون. فما حاجه اخرى زاده مهمه مزيانه برشا. في 2010 ماريا عملت بيرفورمانس اسمها The Artist is Present لمده 3 شهور 8 سوايع كل نهار. ماريا قاعده فوق كرسي قدامها طاوله والعباد تشد الصف وتجي باش تقعد مع ماريا تغزر لها عينها في عينها، معناها اي كونتاكت، حتى شيء لا كلام لا مسين لا حتى شيء، جوست تقعد تغزر لها في عينيها. وفما واحد جي، الواحد اللي جي هذاك هو ليكس نتاعها اللي عمل معاها لي بيرفورمانس اللي حكينا عليهم من الاول. في لي شونج دو ريغار هذاك بالرسمي تحس برشا حاجات، وبالرسمي لازمكم زاده تفرجوا فيه. هيك علاش انا باش نخليكم مع بقيه الفيديو. احنا نتقابلوا في الفيديو الجاي. باي باي.